السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء، السلام عليك يا من حاميت عيالات الحسين، السلام عليك يا من ضحيت بنفسك دون الحسين، فسلام الله عليك يا أبا الفضل العباس. ما زلنا متواصلين معكم أحبتي الكرام في هذه التغطية، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اليوم هيئة خدمة أهل البيت كباقي هيئات كربلاء وأطرافها وأصنافها استنفرت جميع طاقاتها من أجل تعظيم شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه، ابتداء من مراسيم العزاء إلى المجالس الوعظ والإرشاد إلى توزيع الطعام وكل الممارسات الشعائر الحسينية. الحمد لله كربلاء تزهر في هذه الأيام إلى انتهاء شهر صفر إن شاء الله. هذا الجانب الشعائري الذي تمارسه الهيئات الحسينية كأطراف كهيئات. الحقيقة هناك أيضا جانب آخر هو جانب ثقافي، نقل الرسالة الإنسانية للإمام الحسين. لماذا جاء الإمام الحسين لكربلاء؟ لماذا استشهد الإمام الحسين؟ ما هي القيم؟ هذا أكيد درسها من خلال مجالسنا، مجالس الوعظ والإرشاد، نقل صورة إلى الشباب، إلى الفضائيات من خلال اللي يرانا من التلفزيون أو اللي يرانا بشكل مباشر، خاصة شبابنا، أنه الإمام الحسين جاء وحضر إلى كربلاء واستشهد وقدم ما قدم من أجل الإنسان، من أجل المذهب، من أجل الدين. لذلك قال إن لم يستقم دين محمد أو دين جدي محمد إلا بقتله، لم يستقم. هذه هي الاستقامة التي تطمح بها أطراف وأصناف وهيئات كربلاء، نقل الرسالة الثقافية، نقل الرسالة الإنسانية، التعايش السلمي، نقل الإسلام بالشكل الصحيح وبالشكل بالمضمون الذي أراده رسول الله لنا. هذا كله من خلال تكثيف المجالس في عموم كربلاء، مجالس الوعظ والإرشاد، إضافة إلى موضوع التعظيم الشعائر اللي هي مجالس الزنجيل، مجالس التطبير، باقي التفاصيل في العزاءات. الحمد لله والشكر منذ السقوط، احنا هذا الزمن اللي لحقنا عليه، منذ السقوط إلى هذا اليوم كربلاء وكل المحافظات العراقية حقيقة، بس تعرف أنت كربلاء يكون عليها التركيز في هذه الأيام، تبلي بلاء حسن في الجانبين، في جانب تعظيم الشعائر وفي جانب نقل الرسالة الحقيقية للإمام الحسين أو نقل الرسالة الإمام الحسين في كربلاء. اليوم تستعطي أنت رسالة السيدة زينب، رسالة أبي الفضل العباس والتعاضد من أجل الأخوة واستثبات الموقف، رسالة الإمام الحسين وطريقة تعامله مع الآخرين، مع جون، مع غيره، العبد الكذا. هذين الأمور كلهن يجب أن تنقل إلى شبابنا وإلى الجمهور الشيعي. الحمد لله والشكر، ونسأل من الله أن يديم هذه النعمة علينا ويبارك بكم جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين بالقاسم محمد وعلى خير صحبه ومن والاهم أجمعين. نرفع أسماء آيات العزاء إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى محرم الحرام وواقعة الطف الأليمة واستشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب ابن بنت رسول الله مع ذريته وأهله وخيرة من صحبه. الحسين الذي رسم لنا نهجا وطريق حق نسير به بأفعالنا لا بأقوالنا، نسير بالحسين بأن نكون على الحق ومعه، لا نكون ضد الحق ولا نكون مع الباطل. فالسلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى آل الحسين. من فضل الله تعالى احنا موكبنا كل سنة يبدي يعني قبل محرم الحرام من مراسيم رفع تبديل الرايات نبدي وإلى يوم 11 محرم، فلله الحمد اللي وفقنا بأنه نكون أولا من خدمة الحسين، وثانيا بأنه من السائرين على نهج الحسين. والسير على نهج الحسين لا يكون فقط بالشعائر الحسينية وإنما بالحياة اليومية، فلا الكذب ولا الرياء ولا الادعاء الباطل ولا التزييف ولا الفساد، هذا كله ضد الحسين، وهذا ما خرج الحسين عليه أصلا. فسلام على الحسين الذي قال قد خيرت بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات من الذلة، فلعن الله من قبل بالذلة والهوان. والسلام على الحسين وعلى من تبع الحسين عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لكم الأجر وجورك. الله يحفظك. الله يسلمك. شو تعني لك هاي الخدمة الحسينية؟ حسين ضحى بكل عياله واخوته وطفل المهد على مود احنا نردد قلها الله احد. حسين لو رايد مناصب كان حكم احسن بلد. حسين راد العزه انه كون ما نخلف فعل وبيش نضحي لحسين الضحى بدمه.
الحسين الضحى بدمه. حجينا حبيبي يعني انت بهذا العمر والجو حار يعني تعب اشوفه. ماكو تعب، صدق ماكو تعب. شو تحس؟ حسين راحة، خدمة الحسين اكو احسن من خدمة الحسين. الله يحفظك. سفينة النجاة الحسين، الله يحفظه. اتمنى لك كل التوفيق حجي. ربي يحفظك. هذه ذكرى عاشوراء التي تمر علينا في كل عام، والحزن والأسى يملأنا باستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. فاجعة كربلاء لا نستطيع أن نقول أنها تنتهي في يوم أو في سنة أو في عام، إنها الدهر كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحسين مني وأنا من حسين. إذن الحسين النبي نفسه. والحمد لله إن شاء الله يا رب العالمين. نسأل من الله العلي القدير أن يستتب الأمن والأمان في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين. وهذه الظروف العصيبة اللي يمر بها طبعا شيعة أمير المؤمنين بصورة عامة، هي حرب شعواء على شيعة أمير المؤمنين. رب انصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونعزي مراجعنا العظام بهذه الذكرى الأليمة التي تمر على قلوب المسلمين جميعا، وخصوصا الشيعة الموالين لآل البيت الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الذكرى هي ليس كسائر الذكر أو كسائر الأيام، وإنما هي ذكرى أليمة تمر على قلوب محبين آل بيت رسول الله. طبعا عاشوراء هي عاشوراء الحزن، عاشوراء الدمعة، عاشوراء التضحية والفداء. ومن قضية الإمام الحسين عليه السلام نتعلم الصبر والفداء والتضحية من خلال هذه المراسيم التي تقوم على أرض كربلاء، أرض الفداء، أرض